في تطور جديد قد يعيد رسم ملامح المنتخب الجزائري لكرة القدم. كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن القائمة الموسعة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحضيراً لمواجهتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ستشهد أسماء جديدة. الخبر الأبرز يتمثل في اقتراب انضمام الحارس لوكا زيدان نجل الأسطورة الفرنسية الجزائرية الأصل زين الدين زيدان إلى صفوف الخبر، وتشير التقارير إلى أن لوكا حسم قراره بتمثيل الجزائر بعد سنوات من التردد، خاصة في ظل غياب الفرصة للالتحاق بالمنتخب الفرنسي الأول. لوكا زيدان المولود في 13 من مايو 1998 بمدينة مرسيليا يحمل 3 جنسيات: الفرنسية، الجزائرية والإسبانية، ما يمنحه أحقية تمثيل أي من هذه المنتخبات، ويعد خياراً واعداً بالنسبة للمدرب بيتكوفيتش الساعي لتعزيز مركز حراسة المرمى الذي يعاني من فراغ واضح منذ اعتزال وهاب رايس مبولحي. ورغم منح الفرصة لعدة حراس مثل ماندريا وقندوز، إلا أن الأداء لم يكن مقنعاً بما يكفي، ما دفع الجهاز الفني للبحث عن حلول جديدة. وفي هذا السياق يبرز اسم لوكا زيدان البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يلعب حالياً لنادي غرناطة في الدرجة الثانية الإسبانية، ويمتلك تجربة معتبرة في الملاعب الأوروبية. وبانضمام محتمل للوكا زيدان قد يدخل المنتخب الجزائري مرحلة جديدة في سعيه نحو ضمان الاستقرار الدفاعي استعداداً للاستحقاقات القادمة. ليست هذه المرة الأولى التي يربط فيها اسم لوكا زيدان بالمنتخب الجزائري. في عام 2020 كان هناك حديث عن إمكانية انضمامه لصفوف الخضر تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي، لكن الأمر لم يتم آنذاك. عاد حارس مرمى غرناطة ليثير الجدل من جديد في مايو 2023 بعد أن أشعلت تصريحاته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنتخب الذي سيمثله. في ذلك الوقت اعترف بوجود اتصالات من المنتخب الجزائري لحراسة مرمى الخضر، لكنه أبدى تردداً واضحاً في اتخاذ القرار النهائي.